السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوا تشتركوا في القناة وتعملوا اللايك الحلو كده فضلا وليس أمرا، وتكتبوا لي كومنتات حلوة اللي زيكم كده، وتشاركوا الفيديوهات على قد ما تقدروا عشان القناة تكبر إن شاء الله، وإن شاء الله تكبر بيكم. مش هطول عليكم يعني المقدمه، هدخل في الموضوع على طول في الفيديو على طول. النهارده قبل ما اعمل الغدا جبت شويه مشتريات كده، نزلت جبتها ووريها لكم يعني بالفيديو. مش هطول عليكم يعني، سريعا. جبت طماطم. الطماطم كانت عامله 25 جنيه، يعني الطماطم ما اعرفش ليه مش راضيه ترخص يعني. جبت 2 كيلو ب 50، يعني جبت 2 كيلو طماطم ب 50 جنيه. وجبت كمان اوريكم البدايه بس البيض. جبت بيض، جبت كرتونه بيض. البيضه كانت عامله 3 جنيه ونص. جبت كرتونه بس هو حطها لي في كيس يعني. البيضه كانت عامله 3 ونص. بحب اوريكم المشتريات اللي بجيبها يعني عشان ايه تشوفوا الاسعار دي زي عندكم ولا ارخص ولا اغلى ولا ايه يعني. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات الاسعار اللي بقولها دي زي عندكم ولا انتوا ارخص ولا انا اغلى ولا ايه يعني. وجبت بطاطس بس جبت كميه حلوه كده عشان ايه بنحتاجها كتير في القلي كده. جبت 3 كيلو 4 كيلو. الكيلو كانت عامله 10 جنيه بس حلوه يعني. دي تنفع في القليه، دي جربتها لقيتها نفعت في القليه، قمت جبت منها كمان. جبت 4 كيلو حلوه يعني، تنفعنا في حاجات كتيره، في قليه، في سلق، في طبيخ، في اي حاجه يعني. 4 كيلو ب 40 جنيه. هو الحاجات في السوق يعني غاليه، والفواكه كمان بالذات اكتر حاجه غاليه الفواكه يعني، مش عارفه ليه غاليه. وجبت ليمون بس ما كترتش، لقيته غالي بعد ما كان ب 20 جنيه ب 30، زاد 10 جنيه مره واحده. جبت نص كيلو بس يعني، ما كترتش على النص، قلت لما يخلص يبقى اجيب كمان نص كيلو ليمون. بحب الليمون يبقى عندي دايما موفره عشان ايه تنظيف الفراخ يعني، وحتى لو عملت منه عصير. جبت جزر، جبت كيلو جزر بس هو رفيع كده، ده جايباه للسلطه او مثلا هسلقه اعمل عصير يعني كده. جبت كيلو، الكيلو كان عامل 15 جنيه، ما كترتش برضه على الكيلو. صراحة الأسعار في السوق غالية يعني، معرفش ايه الأسعار الغالية دي. ما بجيبش إلا الحاجات اللي لازماني فقط، ودايما متعودين معايا. أنا ما بجيبش حاجاتي بالشهر ولا بالحاجات دي، أنا بجيب لما أنا بحتاج يعني. ما متعودين يعني، كل فيديو كده بتشوفوا شوية مشتريات قليلة، الحاجات اللي بعوزها بجيبها على طول. ما منزلش بالشهر أشيل كده كميات، لأ. كل واحد على حسب ما اتعود يعني. أنت لو ماشية بالشهر ماشي، أنت مش يعني كده، كل واحد على حسب ما هو بيمشي بيته إزاي. جبت بصل. البصل كان عامل 10 جنيه برضو، كانت احجام متوسطه. جبت كبير وصغير كده يعني، نقيت كده. كان الكيلو عامل 10 جنيه، جبت 2 كيلو بس. عايزه اجيب كده شويه كده اخليهم عندي كده عشان ايه اخزنهم. اجيب قد 10 كيلو كده يقعدوا عندي فتره كده حلوه. قلت اجيب دلوقتي كده بس كده 2 كيلو امشي بهم الدنيا لغايه ما اجيب الايه الكميه اللي انا عايزاها. دول 2 كيلو عاملين 20 جنيه. اوريكم كمان. وجبت رز، جبت 5 كيلو رز. الرز ب 22 بس رزة كويسة يعني، 22 5 كيلو، ما كترتش برضه عن 5. وجبت كمان جبنة. دي الجبنة دي بنحطها على البيض أو تتاكل كده بالفطير أو حاجة يعني. جبت كيلو جبنة. الكيلو الجبنة كان عامل ب 60 جنيه برضه. الجبنة دي كانت رخيصة غليت يعني، كل حاجة كده راح أجيبها أرجع أجيبها تاني ألاقيها غليت. ربنا يرحمنا ويرزق الناس كلها وتجيب كل اللي نفسها فيه. وجبت كمان علبة جيلي دي 3 في 1. دي طبعا حلوة في الصيف، ده يرطب علينا كده. العلبة دي 3 في 1 كانت عاملة 37 جنيه. وجبت كمان علبتين تونة برضو للعشاء أو الفطار أي حاجة يعني أو غدا. وجبت علبة الملح دي، بحب نستعمل النوع ده دايما. وجبت كيلو بقسماط. ده البقسماط يعني، ده معلش اي توابل ولا حاجه، ده انا بجيبه عشان ادقه بالبفتيك يعني. نفسي كده عاوزه مره كده في الفيديوهات ان شاء الله اعمل لكم البفتيك من البدايه للنهايه يعني. انتوا ما طلبتوش مني بس انا ان شاء الله هعمله لكم. ده بقسماط عادي كده معلش اي توابل ولا حاجه، بدقه بالبفتيك يعني. ده الكيلو كان عامل 28 جنيه. وجبت كمان كيس ملح من الكبير ده، بحب اجيب الكيس الكبير ده. جبته ب5 جنيه عشان انضف بالفراخ كده. ده ما بطبخش فيه زي ما بقول لكم يعني، بجيبه لتنظيف الفراخ بس. كيس كان عامل 5 جنيه. وجبت كيلو دقيق بس ما كترتش عن كيلو. الكيلو كان عامل 19 جنيه كيلو بس. كمان دي كانت متبقيه. دي لما كان ب 19 جنيه كان متبقيه من ال 20 جنيه
اداني بيها دي. انا ما بحبش اجيب المرقه دي، ما بحبش استعملها، حاسبها ان هي مضره كده ومش صحيه يعني. افضل يعني تعملي شوربه كده، وحتى لو اتبقى عندك شوربه حطها في التلاجة هتنفعك ايه لليوم اللي ما كنتش هتسوي فيه في لحمه او فراخ. وجبت فاصوليا نعملها مره كده ان شاء الله. جبت نص كيلو، النص كان عامل 30 جنيه عشان هي كانت عامله الكيلو 60، دي نص ب30. وجبت كيسين بسبوسه، انت متعودين معايا على نوع البسبوسه ده، احب اجيبه كل ما اعمل بسبوسه احب اجيب النوع ده. الكيلو كان عامل 22، ده كنت بجيبه ب20 بس زاد 2 جنيه. دول 2 كيسين بكام؟ ب44. ايه في حاجه تانية؟ لا هم دول المشتريات اللي جبتهم، وكملوا معايا الفيديو. نسيت كمان اوريكم بس فحبيت افتح يعني اقول لكم. وجبت برتقان، ده برتقان بلدي دوتي، كان الكيلو عامل 15 جنيه. جبته كده ممكن اعمله عصير مع الجزر او ناكله يعني. جبت 3 كيلو، الكيلو كان عامل 15 جنيه. ده البرتقان الصيف البلدي يعني، ده ينفع معاك عصير او تعملي كيكه بالبرتقان، يعني ينفع معاك اغراض كتيره. وهو ده البرتقان برضه. هنا كنت رصيت خلاص الحاجه اللي جبتها من السوق، وكان عندي لحمه كانت في التلاجة كده، طلعتها من الصبح يعني. حطيتها لما احب اطلع لحمه تكون جامده يعني، احب احطها في الرف كده لتاني يوم كده، احس هي تفك كده براحتها يعني. كانت عندي لحمه كده طلعتها النهارده، هعمل لها تشويحه كده قبل ما اسلقها يعني. كل مره متعودين معايا بسخن ميه واحطها فيها وخلاص على كده. النهارده قلت لا اغير، قلت اشوحها كده في سمنه، معلقه سمنه بلدي، ما تكتريش السمنه يعني، هي معلقه بس، وتشوحيها كده تديها صدمه كده، تسخني السمنه وبعد كده تحطي فيها اللحمه. لازم السمنه تبقى سخنه عشان ايه؟ ما تنزلش الميه بتاعتها. تشوحيها بس كده عشان تديكي شوربه طعمها حلو، ولحمه برضو تديكي طعم حلو. تشوحيها كده وتحطي لها ورق لورا، ولو عندك اللهم صل على النبي ايه سنة فلفل اسود، ما تكتريش عشان ما يسودش الشوربة. وعندك ايه تاني؟ التوابل اللي تحبيها يعني في الشوربة يعني. انا حطيت فلفل اسود ورق لورا بس يعني، ما كترتش التوابل تاني. في ناس تحط بحبهان، في ناس تحط توابل لحمة. لا انا ما بحطش الا فلفل اسود وملح بس، واشوحها كده. وهنا كنت على العين التانية كنت بسخن ميه، طبعا لازم تبقى الميه سخنة عشان ايه؟ ما تاخدش وقت معاكي في السوا يعني. كنت بسخن ميه، حطيتها تسخن كده على ما اللحمة شوحتها. وهنا حطيتها كده، هي اللحمة كانت صغيرة ما خدتش وقت يعني. انا كنت في الاول هدخلها الفرن، بس قلت لا انا ما عنديش شوربة اعمل بها باقي الاكل يعني. قلت اسلقها كده، اخد لها شويه شوربه كده، ما كترتش حتى الشوربه يعني، شويه قليلين كده بس على قد ايه الاكل اللي انا هعمله. هنا طبعا البطاطس دي اللي كنت جايباها معاكم في المشتريات اللي شفتوها، قشرت كده شويه، قلت اعمل صينيه بطاطس، حاجه كده خفيفه وسريعه. لو ان اصلا الحر ده يعني الاكل كده الناس ما بلهاش نفسي اصلا للاكل ده يعني. الناس بتاكل كده وكمان الاكل بيتبقى منه كتير كمان يعني. حاولي تقللي على قد ما تقدري عشان الحر ده ما بيحبش اكل كتير، بيحب العصاير، بيحب الفاكهة، انما الاكل ده اخر حاجة يعني. الناس بتتشهاه في الصيف يعني. هنا طبعا كان عندي فلفل، طلعت يعني فلفل كده، احب برضو لو عندي فلفل اقطعه معاه برضو، بيدي ريحة حلوة في صينية البطاطس. انتي لو حابة تقطعي كل الحاجات دي قطعيها، وابشري البصلة وقطعي الفلفل الاسود والطماطم بس اللي تضربيها. بس انا لا ما ببشرش بصل ولا اقطع الفلفل، ما بيحبوش. قلت خلاص انا هضربها في الخلاط. بيحب كده الحاجة ناعمة يعني، بيحب الصلصة بتاع البطاطس ناعمة، وبحب اضرب كل حاجة في الخلاط. جبت كده كام طماطمية على بصلاية على فلفلاية، وقشرتها وهقطعها معاكم زي ما انتوا شايفين. كله كده في الخلاط خفيف وسريع يعني، ما ده ليه ما دوشة تعملي تسبيكة وكده يعني. الاكل كده في الصيف مش عاوزين نقف كتير في المطبخ عشان الحر اللي احنا فيه ده. انا اصلا في المطبخ ده ما بحبش اقف كتير فيه، ولو وقفت بحب اشغل المروحة كمان، بجيب مروحة كده ولازم اشغل المروحة قدامي، لو ما شغلتش المروحة ما اقدرش استحمل الحر يعني. هنا طبعا اهو زي ما ضربتها وحطيت فلفل اسود وملح، هتشوفوا الطريقة يعني. وياريت كده لو وصلت لغاية هنا ولسه ما اشتركتيش او ما عملتيش اللايك، نوريني كده باللايك والاشتراك والكومنت الحلو كده فضلا وليس امرا. وياريت كده شير الفيديوهات لحبايبكم كتير 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 كده، وصلوا على النبي في الكومنتات عشان القناة تكبر ان شاء الله. وان شاء الله تكبر يعني.
هنا طبعا كنت بخلط كل المكونات على بعضها قبل ما احط البطاطس. هي طريقة سهلة وسريعة يعني، في 10 دقايق تكون عملت صينية البطاطس، واللحمة كانت في الشوربة بتتسلق. يعني كله كده ورا بعض ورا بعض، ما كملتش حوالي ساعة او ساعة ونص. الاكل ما خدش وقت يعني. اللحمة بقول لكم صغيرة، طالما اللحمة صغيرة خلاص انت خلصت الاكل. وكل حاجة كده تعمليها ورا بعض ورا بعض، ما تستنيش حاجة تستوي عشان تعملي الحاجة اللي بعديها. كده انت هتقعدي اليوم كله في المطبخ. وانا بقول لكم المطبخ الواحد ما بيحبش يقف فيه كتير في الصيف بالذات يعني. الشتاء ممكن يعني عادي، انت كده كده اصلا بتبقى حاجة تدفي كده في المطبخ لما بتطبخي كده، بتبقى مشغله البوتاجاز كده، بتبقى حابه يعني. الا في الصيف لا، هي كلها كده ساعه وساعه تبقى كمان كتير يعني. ممكن الواحد يطلع ويدخل كمان، ما بيقفش دايما يعني. هنا زي ما انتم شايفين كده، بعد ما قلبتها في الصلصه رجعت قطت الباقي كده. ويا ريت كمان لو ترش على وشها معلقه سمنه كده، بتديها طعم حلو برضو. زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده تدخلها الفرن، تاخد لها شويه كده. انا زي ما بقول لكم ايه، اللحمه كانت خلاص قربت داخله في سوا، قلت طالما مسلوقه احب ايه اديها لون يعني. طلعتها هي كانت خلاص استوت، قعدت حاجه بسيطه. والبطاطس كمان كانت خلاص استوت. قلت كمان احطها على وش البطاطس كده، اللحمه تاخد لون وتاخد ياخدوا طعم من بعض كده، عشان ايه يبقى هما الاتنين في صينيه واحده وكده ويبقوا حلوين. زي ما انتوا شايفين كده. وصينيه البطاطس كانت تفتح النفس والله، وكانت تستاهل بقكم يعني. يا ريت كده تجربوا الحاجات زي ما انا بعملها كده. ولو بتجربوها قولوا لي كده في الكومنتات يعني، بيعجبكم الاكل بتاعي ولا ما بيعجبكوش، ولا نظامه ايه يعني. بلاش كده تشاهدوني في صمت يعني، اكتبوا لي كومنتات كده. اهو زي ما انتوا شايفين. وهنا دخلتها وقلت اعمل الرز كله ورا بعضه يعني. اللي هنا بنقيه هو الرز اصلا ما بيحتاجش نغاوه، بس انا بحب برضه اقلبه كده اشوف لو في حاجه كده، ولا يعني زلطه يعني اي حاجه يعني. وتغسله لازم تغسليه كويس. انا استغرب من الناس، في ناس كتير تقول لك الرز ما بيتغسلش. ازاي ما بيتغسلش؟ ما اعرفش يعني. يعني انا اغسله مره واتنين وتلاته، لا احس بالميه بتاعته دي لونها ابيض صافي شفاف، لا لا خلاص ما اغسلوش تاني يعني. الا حكايه ان انا اعمل الرز ده من غير ما مغسلوش دي، مش عارفه، مش مستوعباها يعني. او ممكن هو يكون نوع معين يعني في الرز، او مش عارفه. لان الرز ده دايما بجيبه لازم اغسله يعني. هنا كان خلاص الرز حمرته. احنا بنحب الرز المحمر يعني على الاخر يعني. وهنا طشيته. وكان اكل خفيف وسريع كده يعني، اكل تقليدي يعني. احنا اكتر اكلاتنا بنحب الاكل التقليدي يعني، ما ليناش قوي في الاكلات الافتكاسات والحاجات اللي طالعه اليومين دول دي، لا ملناش يعني. وهي اكتر اكلنا الرز والمكرونه، والرز اكتر كمان يعني. المحاشي دي مش كتيره، ملهمش في المحاشي كتيره، وبالذات في الصيف كمان اكتر واكتر يعني. الصيف كمان ما بيحبش المحاشي عكس الشتاء. الشتاء ممكن تاكل كل اسبوع محشي عادي يعني، انما في الصيف لا. هنا طبعا على ما قلت الرز يستوي، قلت اعمل عصير كده. كان برضو ده الليمون اللي كنت جايباه معاكم في المشتريات. قلت اعمل كده عصير عشان بعد الغدا ان شاء الله نشربه. دايما كده في الصيف انا يوميا في الصيف لازم العصير، اي نوع عصير، ليمون، كركديه، اي نوع عصير يعني. ما تتقيدش بنوع عصير معين يعني. زي ما بقول لكم هنا كان حلو يعني. بس احسن حاجه عايزه تاخدي عصير ليمون كويس، قشريه عشان يديكي طعم حلو. وبعد كده اضربيه، وبعد كده صفيه وارجعي حطي عليه السكر. ما تحطيش السكر من البدايه، هو ده اللي بيخليه يمرر. وتشيلي البذر منه برضه، هو ده برضه ما يخليش يمرر معاكي. ويديك عصير ليمون كويس يعني، ويقعد معاك باليومين في التلاجة ما يحصلوش حاجه. زي ما انتوا شايفين اهو. هصبلكوا كمان كوبايه وهتشوفوها. شايفين لونه ابيض ازاي وحلو اهو. بس انا ايه احطه في التلاجة على ما نتغدى وبعد كده نشربه. هذا الغدا خلاص كان استوى والحمد لله ونعمة وفضل. وكان عندي خيار قطعته برضو، كانش فيه مخلل. لو وصلت لغاية هنا متنسوش الاشتراك، ومع السلامة.